هل عمرك سألت نفسك هل أنا صوتي مناسب أشتغل فويس أوفر؟ هل لازم يبقى عندك خامة معينة أو نبرة معينة علشان تنجح في المجال ده؟ النهاردة هنجاوب على السؤال ده بشكل علمي وبالأدلة، وهتتفاجئ قد إيه في معتقدات منتشرة ومش حقيقية. هل في حاجة اسمها صوت مثالي؟ الجواب العلمي لا. الدراسات اللي اتعملت في مجال السايكولينجويستكس بتقول إن الناس بتميل إنها تسمع الصوت اللي يشبههم، لكن في نفس الوقت كل شريحة من الجمهور بترتاح لنوع صوت مختلف. الأصوات العميقة بتدي إحساس بالثقة، الأصوات الحنونة بتوصل مشاعر، الأصوات الحيوية بتشد الانتباه. إعلان لطفل صوت دافي وناعم، إعلان تقني صوت محايد ودقيق. خامة الصوت مش كفاية، الصوت لوحده مش هيشتغل من غير 3 عناصر. 1. التحكم في النفس. لو صوتك حلو بس بتتنفس غلط هتضيع طاقتك وتخلي صوتك مجهد للمستمع. 2. الارتكيوليشن أو وضوح النطق، وده بيفرق جدا في الفويس اوفر الإعلاني علشان كل كلمة محسوبة. 3. الايموشن أو الإحساس، المستمع مش بيسمع صوتك بس، بيسمع نيتك، إحساسك، مشاعرك. سايمون سينك بيقول people don't buy what you do, they buy why you do it. وده بينطبق جدا على الفويس اوفر. الناس بتصدق إحساسك قبل ما تركز في خامة صوتك. طيب هل صوتك ممكن يتطور؟ أكيد. الصوت عضلة وكل تمرين عليها بيديك نتائج أكتر. تمارين النفس زي diaphragmatic breathing، وتمارين الصوت زي الريزونانس، والقراءة بنبرات مختلفة، وتحليل الأداء والإعلانات وهكذا. كل ده بيطور مرونتك كمؤدي صوتي ويخلي خامة صوتك متنوعة أكتر. خليها قاعدة، مفيش صوت مثالي، في أداء مثالي للصوت اللي عندك، والجمهور بيسمع الإحساس قبل الصوت. لو مهتم تطور أدائك مش بس صوتك، تابعني هنا وفي كل فيديو هتلاقي معلومات أكتر وبنتعمق أكتر في مجال الفويس أوفر. لو وصلت لحد هنا مبسوطة جدا وشكرا ليك، وما تنساش اللايك والشير علشان تشوف معايا كل جديد إن شاء الله. شكرا.